لسه بتضحي بنفسك ومعاه مستقبلك عشان تطلع عضلات ظهر، ما اقدرش الومك، لكن تتمرنه غلط وانا موجود دي اللي زعلتني قوي. تعالى في 5 خطوات ننقله من الشكل ده للشكل ده ونرجع نتنفس تاني زي الناس. اول خطوه هتجيب اكتر تريننج مات طريه في الجيم، الفايده منها راحه اكتر في مكان وضعيه الصدر ومدى حركي اكبر لو دراعك طويل. تاني خطوه هتجيب استبر خشب، هيجيب لك بلاستيك قول له اسف لازم خشب، هتعرف هنحتاجها ليه. تالت خطوه والاهم هو وضع جسمك نفسه، انت ليه بتحشر الحجاب الحاجز المسؤول اصلا عن عمليه التنفس ومش مديله اريحيه في الحركه؟ في المقابل هتحط عضله الصدر نفسها على المسند، وبكده نرجع نتنفس بصوره طبيعيه. رابع خطوه وهي خطوه اختياريه شويه هو استخدامك للشداد، مهما كان عضلات الفورم عندك قويه فهي اضعف من الظهر وهتوصل للفشل قبله ومحتاجه مساعده من بره. لو مش معاك شداد ممكن تستخدم قبضه الباور ليفترز اللي بيمسكوا بيها البار. خامس خطوه وهو المدى الحركي نفسه، ركز معايا رجاء ما تتنيش العمود الفقري، طالما هتتني العمود الفقري يبقى في عضلات تانية هتفرده، يبقى انت كده مش محدد العضلات اللي انت عاوزها بشكل اساسي. في المقابل هنعمل بعد بين لوحين الكتف بس كانك بتمد ايدك تجيب حاجه، وهنرجع نضم لوحين الكتف تاني في حركه الطلوع. وده الشكل النهائي اللي هيطلع معاك لما تحقق ال5 خطوات، بالإضافة للخشبة عشان أحقق خطوة وضعية الصدر في حالة إن طولي مش مساعد.